عمرك سألت نفسك ليه الحياة دايما واقفة عكس الاتجاه اللي انت عايزه؟ يعني بتشتغل على نفسك وتخطط وبرضه في الآخر بتحس إنك لسه واقف في نفس النقطة. الموضوع مش صدفة ومش دايما بتكون الظروف، في 3 أسباب خفية ممكن تكون بتعملها من غير ما تاخد بالك. السبب الأول، عقلنا دايما بيركز على اللي ناقصه. يعني حتى لو حققت حاجة كبيرة بالنسبة لك بيسيب ده كله ويروح يدور على اللي ناقصه. ومثال على ده أحمد، ساكن في شقة إيجار وكل حلمه إنه يشتري شقة يعيش فيها هو وأسرته. وفعلا اشتغل على نفسه سنين ووفر القرش فوق القرش وفعلا قدر يشتري الشقة اللي كان بيحلم بيها وكان مبسوط جدا بيها هو وأولاده. لكن بعد كام أسبوع وهو قاعد على السوشيال ميديا لقى واحد مصور فيديو في فيلا كبيرة وعربية غالية. فبدأت فرحته بالشقة اللي تعب فيها سنين تقل وبدأ يحس إنه لسه ما عملش حاجة في حياته أصلا. وده بالظبط اللي بيخلينا نحس إن حياتنا مش ماشية زي ما احنا عايزين، مش عشان احنا ما حققناش حاجة لكن عشان دايما بنقارن نفسنا بحد سبقنا. السبب التاني هي الصورة المثالية، احنا بنرسم في عقلنا شكل مثالي للطريق، متخيلين إن كل حاجة هتمشي عليه بالملي. لكن مع أول شيء صغير بيخرج عن الخطة بنعتبر إننا فشلنا، مع إن حقيقة الأمر إن الواقع عمره ما هيمشي زي الورقة والقلم. وده بيخلي ناس كتير تقف في نص الطريق، مش لأنهم فشلوا لكن لأنهم صدقوا إن الاختلاف عن الخطة بيساوي الفشل. السبب التالت والأخطر إنك بتقف مكانك وتتفرج. في ناس بتفضل تحلل وتحلل لحد ما الوقت يعدي والفرصة تضيع. بيستنى الظروف المثالية واللحظة المثالية لكن اللحظة دي مش بتيجي. وده اللي بيخلي حياتك تتحرك لقدام وانت واقف مكانك مستني اللحظة المناسبة اللي عمرها ما هتيجي أصلا لو ما أخدتش الخطوة الأولى بالإمكانيات المتاحة. طيب نرجع للسؤال، أعمل إيه؟ الحل مش إنك توقف تخطيط ولا تلوم نفسك، الحل ببساطة إنك تغير زاوية نظرك. أولا، كل خطوة صغيرة تقربك من هدفك هي إنجاز. ثانيا، تقبل ان الامر الواقع عمره ما هيبقى نسخة طبق الاصل من الخطة. ثالثا، ابدأ دلوقتي حتى لو لسه الظروف مش كاملة، لان مفيش حاجة اسمها ظروف كاملة. ولما تعمل كده هتكتشف ان الحياة مش لازم تمشي زي ما انت عايز بالحرف، لكنها في الاخر ممكن تمشي لصالحك. انا محمد وبشارك معاك هنا اسئلة وافكار يمكن تخلي حياتنا اوضح. متنساش اللايك والمتابعة عشان نفكر مع بعض بصوت عالي، ولو عندك اسئلة دايما شاغلة بالك ومش عارف تلاقي لها اجوبة منطقية شاركها معايا في كومنت، وان شاء الله نفكر فيها بصوت عالي مع بعض الفيديو الجاي.